النوت 8 هيقدم تجربة خرافية والايفون الجديد بشاشة كاملة وموبايلات جديدة من نوكيا واكتر. انا احمد مدحت من فون فريو، دي الاخبار الاسبوعية. فيديو الاخبار الاسبوعية هحاول اخليه كل اسبوع ان شاء الله، لكن قبل ما نبدأ الفيديو لو عندك اي اسئلة اسألني في الكومنتات عشان اعمل فيديو بعد ده ان شاء الله رد على اسئلتكم. ولو انت مش مشترك فاشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. موقع توم توب موقع صيني بيقدم منتجات كتير باسعار كويسه. المميز في الموقع انك اي حاجه فوق $60 تقدر تطلبها وتدفع عند الاستلام. تفاصيل اكتر ورابط الموقع تحت في الديسكريبشن. نبدا اول خبر مع النوت 8 اللي المفروض يعلن عنه يوم 23 اغسطس، واللي سامسونج بتوعد فيه بتجربه ميديا ومشاهده فيديوهات هتكون خرافيه وما حصلتش قبل كده. كمان من التسريبات اللي ظهرت ان الكاميرا الخلفيه هتكون مزدوجه، ودي حاجه معروفه، لكن التسريبات اللي اظهرت ان الكاميرا هتقدر تعمل زوم اوبتيكال زوم لحد 3 مرات. كمان في خاصيه جديده هيبقى للتصوير الليلي المفروض تبقى مميزه، هيكون اسمها سوبر نايت شوت. ونكمل مع سامسونج اللي ظهر ليها اول موبايل هيكون قابل للطي، يعني بيتني. بعد ما اظهرت لينا الكونسبت بتاع الشاشه اللي بتتني ده من كام سنه، دلوقتي خلاص هنشوف اول موبايل قابل للطي. هيكون تقريبا موعد اطلاقه اخر السنه دي او السنه الجديده، وهيكون تحت اسم جالاكسي اكس. جدير بالذكر ان لينوفو هي كمان قدمت كونسبت زي ده بالظبط من اسبوعين باسم لينوفو فوليو، متوقع برضو ينزل بدايه السنه اللي جايه. فهل الشاشه القابله للطي هي هتكون ترند السنه اللي جايه، وهل دي حاجه انت متحمس ليها؟ عايزين نشوف رايك في الكومنتات. ونروح لابل اللي تعاقدت مع شركه LG بقيمه 2.3 مليار دولار عشان تقدم ليها شاشات الاوليد، ودي حاجه كويسه جدا لاننا هنبتدي نشوف من السنه اللي جايه شاشات الايفون بشاشه جديده غير الاي بي اس. اخيرا نستخدم شاشات اوليد. ونكمل مع ابل برضو تسريبات الايفون الجديد. في جهاز كده من ابل اسمه هوم بود، الجهاز ده اتسرب ليه مجموعه من الاكواد بتاعته. المطورين لما قعدوا يلعبوا في الاكواد اللي دي لقوا اكواد عن الايفون الجديد. اول حاجه لقوا ان هو بشاشه كامله زي شاشات المنتشره دلوقتي اللي هي الجالاكسي اس 8 والال جي 6 تبقى بشاشه كامله برضو الايفون. كان لقوا في خاصيه الدبل تاب تو ويك اللي هي لما تخبط مرتين على الشاشه تتفتح، وما لقوش اي سنسور بصمه تحت الشاشه زي ما كان متوقع، بالتالي مش هنشوف بصمه تحت الشاشه السنه دي. نروح مايكروسوفت واللي بدات اطلاق منصه بث الالعاب او الستريمنج اسمها ميكسر على موبايلات الاندرويد. منصة ميكسر هي منصة بث ألعاب زي تويتش بالظبط، كانت معمولة للإكس بوكس، لكن مايكروسوفت قررت إنها تنقلها للموبايلات، فضل لو أنت بتلعب على أندرويد تعمل ستريم للألعاب بتاعتك عن طريق ميكسر. لسه فاكر الموبايلات الفليب اللي بتتقفل وتتفتح؟ الموبايلات دي لسه مفضله لحد دلوقتي عند الاسيويين، عشان كده سامسونج قررت تعمل موبايل فلاج شيب جديد بيتقفل ويتفتح موجه للسوق الصيني بس. موبايل هيكون بمواصفات رائده، سناب دراجون 835 و6 جيجا رام، لكن هيكون بشاشتين، شاشه جوه لما تفتح الموبايل وشاشه بره لما تقفل الموبايل، والشاشتين هيكونوا بحجم 4.3 بوصه. اما نوكيا فاحنا منتظرين منها يوم 16/8 الاعلان عن الفلاج شيب الجديد بتاعها نوكيا 8، واللي هيكون بمواصفات رائده، سناب دراجون 835 مع 4 جيجا رام وكاميرا خلفيه مزدوجه من عدسات كارل زايس. لكن ظهر تسريب لموبايل جديد منخفض اسمه نوكيا 2، موبايل هيكون بسناب دراجون 212 وده معالج منخفض جدا، وشاشه 4.5 او 5 بوصه بدقه HD، ورام 1 جيجا و8 جيجا ذاكره داخليه. وفي الوقت اللي ساوند كلاود بيواجه صعوبات وبيصرح العاملين بتوعه، سبوتيفاي بيعلن ان هو عنده 60 مليون مشترك في النسخه المدفوعه بتاعته، وده بزياده 10 مليون من شهر مارس اللي فات. اما LG فبدا التسريبات عن الفلاج شيب بتاعها الجديد ال LG V30، واللي هيكون مميز فيه ان الكاميرا الخلفيه بتاعته هتكون بفتحه عدسه f1.6. واخيرا مع جوجل اللي بدات تغير اليات البحث في المتجر بتاعها، بحيث ان اي تطبيق بيعمل كراش كتير او بيهنج مش هيظهر في الاول، والتطبيقات اللي ثابته وبتشتغل كويس وسريعه هتظهر في الاول، وده عشان تشجع المطورين انهم يهتموا باستقرار التطبيق بتاعهم وسرعته. وتماشيا مع الهوجه اللي ماشيه اليومين دول على فكره الستوريز اللي بداتها سناب شات من كام سنه، جوجل هي كمان بدات تعمل تطبيق ستوريز خاص بيها اسمه ستامب، متوقع انه هيكون جوه السيرش بتاعها. فهل شايف ان فكره الستوريز دي فكره كويسه اصلا الناس تقعد تقلدها كلها كده، ولا ملهاش اي ستيل لازمه؟ بس دي كانت اخبار الاسبوع ده. ما تنسوش تشاركونا رايكم في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشير للفيديو، ما تنساش تشترك، وما تنساش الاسئله. ولو عايز تتابعني على تويتر او انستجرام ممكن تتابعني @احمد مدحت جدو، او تتابعني على الصفحه @فون فريو، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. سلام.